كيف فينا نعمل البروستيد بالبيت بطريقة كتير سهلة وتنجح معنا من أول مرة. خلونا نشوف. بستخدم أنا لقلي الدجاج بهي الوصفة الدبوس. بحب الدبوس. طبعا أنا هون نظفتهم وغسلتهم منيح. شو راح أعمل هلأ؟ بدي جرحهم هيك بهالطريقة من هون. شايفين؟ بهالطريقة مشان يستووا معنا تمام. للعظم وبوصي كلهم بنجرحهم بهي الطريقة. يا جماعة لا حدا يطلع بالتعليقات ويقول لي ليش مالك لابسة كفوف. انا بتلبك كتير بالكفوف، ما بعرف اشتغل ابدا. يعني طالما الواحد عم يغسل ايديه كل شوي وعم يشتغل بنظافة ما في داعي للكفوف. شايفين انا عم وصل تشريحة للعظم، هيك بتستوي معكم دغري. هلا بعد ما جرحنا الدجاج بدي احطهم بقلب مي وانقعهم بخل، يعني تقريبا كاسة شاي خل. شو فائدة الخل؟ له فائدتين. اول شغلة بيقتل لنا كل ريحة الزنخة، يعني مستحيل يزنخ الدجاج معنا. تاني شغلة بخليه يستوي بشكل سريع. ولبين ما ينتقعوا شوي بالمي والخل راح احضر الصلصة اللي بدي انقع فيها الدجاج. اول شغلة عندي بهارات. انا مشان ما اطول عليكم الفيديو انا عم اخلطهم رح اقلكم شو هن. هلا هن معلقة ملح، معلقة بابريكا، معلقة كركم، ومعلقة ماجي، معلقة بصل بودرة، ومعلقة توم بودرة، ومعلقة هيل، ومعلقة فلفل. هلا الفلفل فيكم هو لازم تحطوا ابيض، بس انا ما عندي، حطيت فلفل اسود مو مشكلة. وراح اخلط معهم كاسة لبن. هلا رح اكتب لكم انا البهارات بصندوق الوصف، ما بدي طول عليكم الفيديو كتير. هلا بنخلطهم. وكمان هون رح احط شوية خل، شوي صغيرة مو كتير، معلقة. غسلتهم منيح من المي والخل اللي كانوا منقوعين فيه. هلا حنزلهم على قلب الصوص اللي عملناه. نخليهم منيح ينتقعوا يتشربوا منيح. هلا لازم ننقعهم من قبل بيوم. قبل بيوم بيعطوكم نتيجة بتجنن. بس انا مستعجلة وصراحة قررت اليوم اني اعملها هاي الاكلة. فشو بنعمل؟ شرحتهم مشان تفوت التتبيلة لقلبهم. هاي اول شغلة. تاني شغلة رح اتركهم اقل شي 3 ساعات، يعني مو مشان شي، مشان يعطوكم نتيجة ظريفة. طبعا وما بنقدر مع الدجاج ما ناكل بطاطا مقلية. وهي صارت عنا البطاطا جاهزة. هلا بدنا نملحها ونقليها. وهلا رجعت لكم بعد 3 ساعات من نقعتهم بالتتبيله. هلا لحتى نقليهم بدنا نساوي خلطتين. اول شغله، اول خلطه هي طحين. حطيت تقريبا شي نص كيلو، يعني ما يعادل 3 كاسات. بدنا نحط عليهم معلقه ملح كبيره و3 معالق نشا. هلا بدنا نخلطهم مع بعضهم. هي صارت اول تتبيله جاهزه. النشا فائدته هو اللي بيعطي قرشة وبيخلي الحراشة تقرمش تبع البروستيت. الخلطة الثانية بيضة، نحط عليها معلقة ملح وكاسة حليب.
شو فائدة البيضة؟ هي اللي بتخلي الطحين يمسك على قطعة الدجاج. هلا نحنا بدنا نكون جاهزين دغري للقلي. بدنا ناخد دبوسة بنقيمها من قلب التتبيلة وبنحطها دغري بالطحين. بعتذر منكم انا عم صور في مقطع سقط مني سهوان، كانت الكاميرا مطفية. هي تاني مرة بتصير معي هالشغلة. هلا بعد ما قمناها من التتبيلة بنغبرها تغبير بالطحين، بنرجع بنحطها بالحليب والبيضاء، بنغطسها منيح، بعدين بنرد بنرجعها على الطحين. بدها تمرق مرحلتين بالطحين. المرة التانية لما بنحطها بالطحين بنضغط شوي عليها باصابعنا بس كرمال يتربى معنا هي طبقة اللي بدنا نقليها تطلع مقرمشة. بس هيك. شوفوا منظرهم يا جماعة قبل القلي شلون، شايفين؟ يعني منظرهم الصراحة قبل القلي بشهي. هلأ بناخد قطعة وبنحطها بننزلها دغري على المقلاية. هلأ بالنسبة للزيت، اجينا للزيت. الزيت لازم ما يكون حامي كتير ولا يكون بارد. هلأ بننزل عليه. هلا هيك حماوته تمام. تاكل معنا دبوس ربع ساعة. الصدورة صدر، يعني صدر دجاج كمان بياكل معكم ربع ساعة اقل، يعني بشي 3 دقايق، دقيقتين 3. والجناحات 10 دقايق. هلا نتركهم هيك، ما بنقرب عليهم ابدا لياخدوا لون. هلا بس نلاقي الزيت برد بنقوي تحته، بس من يعني من اول نار تحته. بس نلاقي الزيت كتير حمي بننوص تحته. الزيت لازم لا يكون بارد ولا يكون حامي. هيا يا جماعة انا عم قلبهم، قلبتهم لفوق ولتحت. شايفين الريحة واصلة ما بعرف لوين، تجنن الريحة. يا سلام. هلا قلبتهم، قلتلكن بياكلوا معي ربع ساعة، لا اكتر ولا اقل. يا سلام. وهي البروستد صار عنا جاهز. يعني انا ما رح احكي، شوفوا المنظر لحاله خليه يحكي، ما بدي احكي ولا كلمة انا. يلي بيشوفها كأنها جاهزة. شوف، ما بتفرقش عن جاهز ابدا. شوفوا القرمشة، شوفوا قلبها، شوفوا قلبها شلون، قلبها مستوي سخنة. شوفوا قلبها. إذا هلأ مندوق، ناخد مع هيك مع بطاطاية ومنغطسها بالمايونيز. تفضلوا. شوفوا كلها مستوية من قلبها. هلا ان شاء الله بدي اعملكم طريقة المايونيز وبدي اعملكم طريقة الكاتشب، بس انا ما طولت هلا عليكم الفيديو مشان ما تملوا. بعملهم لحالهم ان شاء الله في فيديو جديد. افتحوا لي تمكم.